الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم وعلى آله وصحبه. السيد المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي والتعاون المحترم، السيد المدير المساعد المكلف بالتكوين والدراسة المحترم، السيد الكاتب العام المحترم، السادة الأساتذة الأفاضل، الأطر الإدارية المحترمون، أبناء الطلبة والطالبات، أيها الملأ الكريم كل باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فيطيب لي أن أعبر عن سعادتي البالغة وجدلي الغامر بانعقاد هذه الندوة الطلابية في رحاب دار الحديث الحسنية في موضوع السنة النبوية، دلائلها العقلية وأصولها النقلية. ولا يخفى ما لهذا الموضوع من أهمية قصوى وحاجة ملحة على صعود شتى. أولها ما أصبحنا نشاهده من طعون وتشكيكات تستهدف هذا الأصل النبوي بغير هوادة، وذلك في جوانب متعددة، بعضها أكاديمي محض يلبس لبوس العلم، وبعضها عامي صرف عمت به البلوى حتى انتشر الطعن في هذا الأصل بين العامة والخاصة، سيما في غمرة هذا الانفتاح الذي لا يكاد ينضبط على مواقع التواصل. ومعلوم أن السنة وحي منزل على النبي المرسل، والمساس بها مساس بأصل الدين وهدم لعرى الشريعة. وثانيها ما أصبحنا نعاينه في هذا المشهد العام من اضمحلال لهذا الأصل وفتور عنه وزهد في اصطلاحاته وتقاليده العلمية، وتلقيه تلقيا بعيدا عن طرق التحمل ومناهج الاستدلال التي أصلها العلماء الراسخون، فانتشرت أنماط من التحريف والتصحيف والتأويل والتبديل أدت إلى تعطيل الدين والغلو فيه. وثالثها ما أصبحنا نرصده في الدراسات البحثية المتخصصة، سيما في الأدبيات الغربية التي تناولت هذا الموضوع وجعلته محوراً للدراسة والنقد والأخذ والرد، ونحن أهل الدار أولى الناس بذلك وأحق به. لهذه الأسباب وغيرها كان المغاربة وما يزالون أهل سنة لهم بها عناية فائقة، تحملاً وأداءً ورواية ودراية وحفظاً وشرحاً وفقهاً وتعليماً وتدريساً، وهو ما تشهد به العناية المولوية السامية لأمير المؤمنين حفظه الله بهذا الركن العظيم، التي تكللت بمنصة محمد السادس للحديث الشريف والكراسي الحديثية وغيرها من الجهود المشهودة. وقياما من أهل دار الحديث الحسنية بهذه الأمانة التي تقلدوها، فإن درس السنة حي فيها لا ينضب، تشهد عليه فصول الدراسة والتكوين، كما تشهد له مئات الرسائل والأطاريح التي نوقشت في مختلف القضايا والإشكالات المتصلة بهذا الباب. ومنذ السنة الماضية توجت هذه الجهود بتخصيص مسلك التأهيل في موضوع السنة النبوية من التوثيق المبكر إلى التصنيف المنهجي، وجهود المغاربة في خدمة السنة، كما أننا أعلنا في الأسبوع الماضي عن إحداث كرسي خاص بالحديث النبوي الشريف يقوم على تأطيره أساتذة الحديث النبوي الشريف وعلومه بالمؤسسة. وفي هذا السياق أصاب طلبتنا المحز وأحسنوا ووفقوا باختيارهم لهذا الموضوع وجعله محوراً لندوتهم الطلابية، ليكون
إسهاما في تعزيز هذه الجهود وتفاعلا معها. ومن هنا أغتنم هذه المناسبة للتأكيد على المقترحات الآتية. أولا، توسيع مشاريع الدراسات الحديثية بالمؤسسة بما يشمل أصول السنة وأدلتها ومناهجها وتاريخها ومصادرها الشفهية والمكتوبة. ثانيا، تطوير مختبر الدراسات في موضوع السنة والحديث الشريف رواية ودراية. ثالثا، تعميق مناهج النظر في موضوع السنة من حيث حججها العقلية وأصولها النقلية. رابعا، إحياء ثقافة الرواية والإسناد والتلقي العلمي للسنة النبوية وما يضاهيها من علوم الشريعة. خامسا، الإسهام في نشر الوعي بمعقولية علوم السنة النبوية ومتانة مناهج المحدثين والفقهاء والأصوليين والمتكلمين في حفظها وصيانتها وفي فهمها واستعمالها. سادسا، الإسهام في تحقيق تراث المغاربة في الحديث النبوي الشريف مما يتعلق بالمجهودات الروائية والفقهية والشروح والحواشي، وهي كثيرة بحمد الله. سابعا وأخيرا، أن نتشرب روح السنة النبوية علما وعملا وحالا، فالسنة ليست اصطلاحات علمية باردة، وإنما هي أيضا كما قال ابن حبان النبوة علم وعمل، وخلاصة ما تؤدي إليه علوم النبوة كما سبقنا إلى ذلك كما سبق إلى ذلك كثير من العلماء. ثمرة علوم النبوة هي الأخلاق. هذه الأخلاق هي التي هذه الثمرة هي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن السنة النبوية التفقه في فلسفة الأخلاق النبوية وتشربها والتحلي بها والتخلق بها. هذا شيء كان علماؤنا يربطونه ربطا دقيقا بكل ما يتعلق بالسنة النبوية علما وعملا. هذا وإني إذ أجدد تهنئتي للطلبة الباحثين وأهنئ بمجهوداتهم في هذه الندوة اختيارا وتنظيما وحضورا ومشاركة، فإني أتوجه من خلالهم بالشكر الجزيل والامتنان البليغ لكل من أسهم في إنجاحها ورعايتها وتذليل العقبات في طريقها، سواء من الأساتذة الأماجد الذين حكموا ووجهوا وأرشدوا، أو من الإخوة الأطر الإدارية المحترمين الذين نظموا وأعانوا وساعدوا، أو من الطلبة الباحثين الذين شاركوا وأشرفوا على هذا الورش، والذين حضروا وأفادوا واستفادوا وتعقبوا واستدركوا. شكرا لكم جميعا، وبارك الله فيكم ودمتم ودام عطاؤكم واجتهادكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.